السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي. عاملين ايه النهارده؟ بقى ايه تاني يوم العيد بصراحه، لان احنا رحنا امبارح عند ماما بالليل ما جيناش الا النهارده بالليل. بصوا بقى، احنا جبنا لعب العيد. بصوا هما جابوا المسدس ده. بصوا تمام. خلص بعدين. بصي في غاز اهو بتاع. وجايبين لهم هوريكم لعبه تاني. استنوا بقى، تعالوا نوريكم اللعبه التانيه. فرحه. هم عارفين ان العيد فرحه. بصوا يا جماعه، اللون الاسود ده الكاميرا وقعت مني اتكسرت يعني. يلا ما علينا، الحمد لله. اللعبه الجديده بصوا بقى اللعبه الجديده. هما بيبقوا عايزين ينزلوا يلعبوا بلياردو، فانا مش بحب، عشان يعني المنطقه هنا بيبقى فيها عيال بتشتم وكده، وانا مش حابه الموضوع ده. فالمهم انا لسه طالعه عشان كده تعبانه مش قادره اتكلم. المهم جبنا اللعبه دي اهي. تمام. ليها الكور بتاعتها وليها العصيان بتاعتها اهي. خلاص. ودي الكره البيضاء، عشان هما مش عارفه بقوا يعشقوا لعبه البلياردو بطريقه مش طبيعيه. ابن خالة محمد، ابن خاله عنده بلياردو، كانوا بيروحوا عنده يعني زمان وكده ويلعبوا بيها، فمن ساعتها هم حابينها. قالوا لباباهم اعمل لنا ترابيزه كده ونلعب عليها وبتاع. فباباهم مكلم حد يعمل لهم يعني ترابيزه، فانا جبت لهم بقى دي مؤقتا يلعبوا بيها كده بتسلي وقتهم. خلاص. وجبت بقى حاجات عشان اطلع اعمل عشاء. احنا بصراحه هنعمل عشاء خفيف يعني. انا جبت اندومي، كل واحد كيس. تمام. اللي هو الاندومي الكبير ده. وجبنا اللهم صل على النبي كوكي، اللي هو الفرخه الكامله دي. بصوا كده انا بلعب اهو. كده انا هدخل واحده. دخلت واحده واحده تقدر دخلت تحطوا لايك عشان احنا بندعم في الحاجات دي، وتدعموا فلسطين عشان فلسطين اخواتنا بيموتوا. غزة بلدنا. خلاص يلا اقعدوا. لا استنى. المهم بقى جبنا دول، هطلع اعملهم بقى دلوقتي معاكم. وده ايه؟ ده بن بتاع محمد، وكنت عند ماما بقى فمدياني بطايه، والكيس التاني ده فيه لحمه. تمام. فهطلع بقى اعمل الاكل. يلا بينا نطلع سوا. بس احنا كده طالعين. بس قلت واحنا طالعين بقى ايه، اوريكم الزرع بتاعنا. شايفين الزرع؟ هو الاخضر ده اللي هو مات وطلع تاني يعني. هو دبل. محمد قال لي عادي هو بيدبل ويطلع تاني بقى مكانه جديد. خلاص. بصوا الدنيا ضلمه ازاي. هولع النور. محمد عامل لي طبعا نور بره ونور جوه، الله يبارك له. هولع النور كده. احنا ولعنا النور اهو، وهولع بقى اللمبه التانيه دي. خلاص احنا كده طلعنا اهو، الحمد لله. يعني الدنيا عندي نضيفه، سايباها قبل ما امشي نضيفه. مفيش غير بس البوتاجاز مش عارفه محمد امر عليه عيش شكله وانا مش هنا، فمالهولي رده. شايفين؟ المهم بقى هعمل الرده دي، ولا مش دلوقتي عشان كده كده هقلي عليه. هطلع بقى الكوكي عشان اقليه اهو. طلعت بقى الطاسه دي كده، هحط لها الزيت. بص اهي الكميه. تمام. ومعاها كيس بطاطس. انا بحب اقلي الكوكي الاول، وبعد كده ايه اقلي البطاطس، عشان يعني بحبها ياخد يعني من نفس الطعم. تمام. وادي هنا الزيت حاطه بقى يسخن لسه. اول ما يسخن هعمله، وهعمل بقى الاندومي وهرجع له. ماما أوي بصراحة. المهم كده خلاص حطينا الفراخ. تمام. ههدي بس عليها شوية عشان تبقى مستوية كلها، وهقلبها وهوريكم. تمام. بص اهو كده بقى خلاص هقلبه. بسم الله. بس بقى لما بتهدي عليه النار بياخد لون حلو كده اهو. هسيبه بقى. بص اللون بتاعه جميل ازاي.
هطلعه بقى وهوريكم التاني. انا بقى حضرت الطبق ده اللي هطلع فيه. تمام اهو. واول بس ما هيبدأ كده ياخد اللون من الناحية التانية ويستوي هطلعه على طول. خلاص بص اهو. خلاص انا طلعت الكمية اللي انا كنت حطاها وحطيت غيرها. تمام. وجبت حلة كده عشان احط فيها مية اعمل فيها الاندومي اهو. حطيت مية هنا. تمام. وبأمر العيش كمان هنا وده خد لون وهلفه بقى ايه يعني هطلعه. خد لون من الجنب ده الجنب التاني هطلعه. تمام. ده خلاص. وهعمل بقى الاندومي ده. انا بصراحة لفيت المكان كله اللي احنا فيه ده ما لقيتش فيه عيش. الحمد لله لقيت عندي كام رغيف كده فقلت هأمره لان كده كده هناكل اندومي جنبه. فمش مش شرط يعني. هعلي بس على المية شوية عشان تلحق تغلي. خلاص. وهطلع ده وهحط بقية الكمية دول. ماشي. بص انا غطيت المية عشان تلحق بس ايه تغلي. تمام. وحطيت الحطة الاخرانية اهو. طلعته. بص لونه جميل ازاي. خلاص. وفاضل بقى البطاطس هعملها بعد ما ده يتحمر. تمام. بصوا خلاص بقى كده المية هنا غليت اهي. خلاص. هحط الاندومي. محمد جاب بيبس. هحط بقى كيس الاندومي. هعمل واحد خلص بقى كله وارجع له. هو الاندومي عشان يعني طريقتي فيه يا دوبك بحطه يغلي واول ما يخلص غلي ويستوي كده داخل السواد بقوم مفضيه عليه كيس التوابل واحط عليه هذا اللهم صل على النبي شويه ماجي فقط لا غير. هخلص بقى كل الكميه وارجع لكم اوريكم شكل الاكل. كده خلاص خلصنا الاكل بتاعنا اهو. ادي تحطوا لايك. حطوا لايك مش فاكر. تمام. وده اخر بقى كيس بعمله. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه. في الطعم بتاعي ما هو شافوه يا حبيبي. يلا حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. عشان ابوظكم.